يا صباح الفوقان على كيفة القهوة في كل مكان. دي قناة نبيذ العرب ومعاكم القهوجي. انا النهارده فين؟ طبعا انتوا اكيد شفتوا المكان ده قبل كده. انا النهارده في ناسو ستيل. طب انا ايه اللي جابني؟ زي ما انتوا عارفين ان انا بقالي اسبوع كده ولا حاجه واخد قرار ان احنا نهتم شويه بالقهوه التركي، نعمل اسبوع للقهوه التركي، وكنا عملنا كام فيديو فاتوا ولسه هنعمل كام فيديو جايين. فناسو ستيل لما عرفوا ان انا عايز اعمل حاجه ليها علاقه بالتركي، فاستاذ محمود الخشاب من ناسو ستيل مشكورا عرض عليا عرض انا شايفه لطيف جدا، ان انا اجي استخدم الكوفي كورنر او التست اريا اللي عندهم في فرعهم هنا اللي موجود في طريق النصر جنب طيبه مول، ان انا اجي استخدم الرماله الكبيره علشان ابدا اعمل مقارنات ما بين انواع القهوه. فالفكره كده لما جت كانت ان احنا هنعمل ايه؟ قلنا نعمل مقارنه لانواع القهوه المشهوره، وبعدين قلنا دي فكرة، ممكن كمان نعمل حاجة تانية، ممكن نجيب نوع معين عنده أكتر من نوع قهوة ونبدأ نعمل مقارنة ما بين الأنواع دي وبعضها علشان نقول لك ذوقك إيه. طب هدف المقارنة إيه؟ هل هدف المقارنة إن أنا أقول لك مين أحسن؟ أو هدف المقارنة إن أنا أقول لك إن النوع ده عند فلان وحش؟ لا، هدف المقارنة إن أنا أعرفك كل نوع إيه الحاجات اللي أنت هتحسها وأنت بتدوقه. أنت راجل بتحب القهوة الخفيفة فأقول لك خد ده، أنت راجل بتحب القهوة اللي وشها عالي أو تقيلة خد ده. ده المحوج بتاعه حلو، ده بيعرف يعمل خلطات مش موجودة أو توليفات مش موجودة عند حد تاني. فلما بدأنا قلنا نبدأ بنبريسو. طب ايه اللي جاب نبريسو لناسو ستيل؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ اللي حصل بمنتهى البساطه ان حصل نوع من انواع كده الشراكه اللطيفه، مش شراكه رسميه يعني، بس ان منتجات نبريسو بقت تتعرض، او بني يعني نبيل عبد المعبود بقت تتعرض عند معرض ناسو ستيل، اللي هو انتم ممكن تلاقوا عنده الرمالات والغلايات والكنك، ادوات التقديم، الموكا بوتس، كل حاجه تمام. فالراجل عرض مشكورا ان هو، انا هوريكم دلوقتي، هاخدكم كده جوله واوريكم الستاند عامل ازاي. فالراجل عرض مشكورا ان هو يعرض كل منتجات نبريسو او نبيل عبد المعبود. فلو انت من سكان مصر الجديده مدينه نصر، النص الثاني من الكره الارضيه اللي بعد كوبري اكتوبر ده، انت خلاص بقى عندك دلوقتي منفذ تشتري منه بن نبيل عبد المعبود. تمام، ما نطولش في الحته دي وندخل في المهم بقى اللي احنا كلنا جايين عشانه. احنا هنعمل ايه؟ احنا معانا استاذ نبيل عبد المعبود، عنده قهوه تركي عاديه خالص اللي هي القهوه المخصوص اللي هو احنا بنشتريها طبيعي، وعنده توليفه مسميها محمد افندي. جه كده لقى محمد افندي الناس بتحبه، قال لك انا هعمل محمد افندي رخامه، عمل محمد افندي. وعنده انا شايف ان ده من احسن الانواع اللي عنده اصلا اسبريسو، وناس كتير ما تعرفش ان لو استخدمته تركي هتتكيف جدا، اللي هو ايه؟ اليمني حراز. فانا دلوقتي عندي 3 انواع، طبعا في انواع تانية موجوده بس انا قلت هقارن ما بين اكتر 3 انواع ينفع نبين ما بينهم فروق وفي نفس الوقت يرضوا جميع الاذواق. هنبدا دلوقتي، هناخد كل نوع لوحده، هنعمله هنا على الرماله الناس ستيل. هي الرماله دي بتاخد كام كنكه؟ بتاخد من 10 ل 12 كنكه. فاحنا لو عايزين نجرب كل الانواع اللي عندنا هنا هنجربها. هنبدا دلوقتي ناخد الكنك وناخد الرمالات ونبدا كده مع بعض. ماشي، خليكم معايا، هنبدا على طول. بصوا كده احنا طلعنا بال3 انواع. طلعنا ببن نبيل عبد المعبود، ده اللي هو الاساسي بتاعنا، الوش زي ما انتم شايفين فاتح ازاي. محمد افندي وشه غامق شويه وتقيل. والاخير بقى يمني حراز اللي هو الارابيكا 100%. خلينا نجرب ندوق ونقول لكم راينا حاجه. خلصنا كده ال3 زي ما وريتكم. طبعا عشان انا واخد على الرماله الصغيره اللي عندي في البيت، انا الرماله اللي عندي في البيت بتشيل كنكه او 2، فانا واخد ان انا بلقم كنكه تلقيمه واحطها. فانا لما جيت اتعامل مع رماله بتشيل 12 كنكه عملت نفس الموضوع، لقمت واحده وحطيتها، وبعدين لقمت تاني، مع اني كنت ممكن اعملهم كلهم واطلع 6 كنكات مره واحده. بس يلا، الواحد ايه ما بيتعلمش ببلاش. نبدا بقى ايه؟ ندوق. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم باول نوع اللي هو القهوه التركي العاديه خالص، اللي هي القهوه دي اللي هي مكتوب تركي ساده. انا ليه مختار الساده مش محوج؟ علشان طعم الحبهان بتاع التحويج بيخلي معظم القهوه شبه بعضها. انا بدوق القهوه نفسها في البن التركي الساده. تمام، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول نقطه هنا طبعا الوش عالي جدا،
لو باشمهندس اشرف في نبريسو يصحح لي في نبيل عبد المعبود، ده اكيد روبوستا. انا متاكد من كذا حاجه، متاكد من لون الوش الفاتح، ومتاكد من كثافه الوش العاليه، ومتاكد من الريحه القويه اللي موجوده. ريحته بص انت قاعد على قهوه بلدي في شارع عماد الدين، يعني مفيش اكتر من كده. قهوه بلدي في شارع عماد الدين وعايز تنزل شيشه وما ينفعش تاخد منها بق كده الا لما تشرب وراه ميه. مش انا كنت لسه بقول لك انا مش بحب القهوه دي نص نص بالنسبه لي، لا لطيف. مش عارف بقى ده عشان الكنكه والسبرتايه والرماله ولا عشان ايه، مش عارف، بس حلو، لا عجبني. بس نرجع ونقول مفيش اي حاجه غير طعم روبوستا تقيل، وش عالي، قوام تقيل، قهاوي مصريه. بس اكتر من كده مفيش كلام. لا تقول لي بقى نوتس ولا مزازه ولا حمضيه ولا اي حاجه، هي قهوه مصري، الطعم المقفول، المراره المقبوله، تحط عليها تعملها بقى مظبوط وتشربها بسكر، تاكل جنبها حاجه حلوه، ده مزاجها. اكتر من كده هنحملها زياده عنها. يعني الاستاذ محمد افندي، هو انا بصراحه مش عارف هل تسميه عبد المعبود لمحمد افندي ده قانوني ولا لا، بس يعني مش يعني لو في حاجه قانونيه انا بره الموضوع. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دقت قهوه محمد افندي اللي هي التركي الاصليه. قهوه محمد افندي التركي الاصليه طحنتها خشنه سنه عن القهوه بتاعتنا، طحنه خشنه سنه، فالوش بيبقى خفيف وبيسقط منك مع الوقت، والقوام بيبقى خفيف الى حد كبير، والطعم بيبقى مر اكتر من القهوه بتاعتنا. انا هنا شايف قهوه قوامها تقيل ووشها تقيل، ف ريحتها خفيفه، فده ان دل على شيء فبيدل ان دي داخل فيها نسبه ارابيكا. فاكيد عبد المعبود لما جه يعمل توليفه شبه محمد افندي قعد يولف اكتر من نوع من السنجل اوريجنز، ال 195,000 سنجل اوريجن اللي عنده دول، عشان يطلع في الاخر بتوليفه شبهها. طب هل هي شبهها من وجهه نظره ولا من وجهه نظرنا؟ فخلينا ندوق ونقول. مختلفه. هو للامانه ده مش محمد افندي، ده علاء افندي مثلا، حد تاني، لكن مش محمد افندي، لا قوام ولا وش. بس لو هنقيم ان المنتج ده اسمه محمد افندي المصري، اقول عليه ايه؟ انا كنت المفروض اعمل لكم قهوه وتشربوا معايا عشان تقولوا لي رايكم. طيب ناخدها واحده واحده. الوش مش الوش المتفل اللي هو بيبقى فيه تفل كده او بتحس ان انت ممكن تقرقشه سنه. الوش وش كريمي، يعني بتحس كده ان هو ايه، مع اول تاني تالت شفطه انت خلاص كلته. القوام متوسط، في سنه لزوجه في القوام كده، واحنا ما دام قلنا كده فاحنا داخلين على سكه بلند ما بين ارابيكا وروبوستا، فانا متاكد ان هنا في بلند ما بين الاثنين، ما بين الارابيكا والروبوستا. الريحه باين ان من ضمن الحاجات اللي هنا اليمني، لان انا شامم ريحه جزء كده رايح ناحيه اليمني، فانا يعني انا متاكد ان في يمني. الطعم بقى، الطعم بيغلب عليه المزازه، وانا حران من الرماله اللي ورايا. ثانيه واحده ادوس على الزيرو تقفل كده خلاص. العكس ماشي، اصل دي فيها ثرموستات غير الرمالات التانية، انت اللي بتتحكم، عايز تعلي النار، تهدي النار، تشغل البلاطه لوحدها، تشغل الكنكه في الزوايا بعيد عن البلاطه عشان تاخد نار هاديه، يعني فيها شويه اوبشنز حلوين. يعني من ابو كام ده؟ ب 1900. دي حلوه للكافيهات قوي دي، صح؟ احنا كنا بنتكلم عن ان انا حاسس بمزازه عاليه شويه، تمام؟ فلو انت بتحب القهوه اللي طعمها قريب من الارابيكا بس مش خفيفه في القوام زي الارابيكا، ما هو بصوا يا جماعه، احنا لو جبنا ارابيكا 100% وطحناها تركي وشربناها زي ما هنجرب هنا، هتطلع وش خفيف وقوام خفيف ومزازه في الطعم شويه مع مراره خفيفه. التوليفه اللي معموله في محمد افندي وش متوسط كويس، قوام تقيل او متوسط الى تقيل، ومزازه في الطعم شبه بتاعه الارابيكا. ففي الجو العام لا، انا
انبسطت بقى من دي اكتر ولا من دي؟ على حسب المود. لو انا عايز اشرب قهوه طعمها حلو هشرب دي، لو انا عايز اشرب قهوه تفوقني وابقى قاعد كده على القهوه هشرب دي. تمام. نيجي بقى اليمني الحراز. اليمني الحراز ده بقى 100% ارابيكا اهو، قهوه 100% ارابيكا. احنا متعودين بنجيبها بنعملها فلتر عشان تدينا الطعم بتاع التوابل والتين المجفف والحاجات القرفه والكلام الجميل ده، او متعودين نعملها اسبريسو فتبقى قهوه تقيله وقويه. هنعملها تركي ونشوف هتقول ايه دلوقتي. اول ملاحظه، هي اخر فنجان طلع من على الرماله، لان انا زي ما قلت لكم طلعتهم 3 ورا بعض، فهي اخر فنجان طلع من على الرماله، وفي نفس الوقت هي اكتر فنجان وشه بدأ يسقط، وش خفيف لدرجة ان انا شايف تحتيه القهوة. الريحة ريحة اليمني تبكال يمني، يعني انا شامم ريحة تين مجفف زي اللي بناكله في الخشاف بتاع رمضان كده. قوام خفيف، ودي بالنسبة لي تكسب بنسبة 200%. ليه تكسب بنسبة 200%؟ اول حاجه انا بشرب من غير سكر، الفنجان مسكر بمعنى الكلمه، يعني هدوقك والله العظيم هدوقها لك دلوقتي، مسكر بمعنى الكلمه. طعم التعقيد بتاع القهوه اليمني بتاع التوابل مع التسكيره مع طعم التين المجفف المسكر مع ريحه الخروب، عارفين الخروب الاسود ده اللي بنجيب نقعد نعضعض فيه ده من عند المقله، كل ده في فنجان. هتدوقها لازم والله العظيم. تركي غير اللي انت متعود عليه في حياتك تماما تماما تماما. ده تركي مختلف. يعني انا لو اديت لي ده لحد والله مطلع اطعمه قريبه من اللي انا بحسها في ريحه القهوه الامريكان الفلتر. انا مش عارف ليه حاسس ان انا شامم امريكان اصلا، يعني انا حاسس طول ما انا واقف من قبل ما نبدا نعمل القهوه انا شامم ريحه قهوه امريكان، ف مش عارف بقى انا بتوحم على الامريكان ولا ايه. فين اللي جنبي امريكان؟ فين دي؟ غلاء؟ لا دي مش غلاء، دي امريكان كوفي. دي امريكان كوفي؟ دي حاجه كبيره. طب معلش ثواني يا جماعه انا اسف، احنا هناخد بس اخر بق واقول لكم حاجه. خلي حضرتك معايا بقى يا استاذ محمود عشان تفهمني الموضوع ده ثانيه واحده. طيب انا بسرعه كده اقول لكم النهايه. القهوه الاولانيه اللي هي القهوه التركي الساده، قهوه زي اللي بتشربها على القهوه البلدي بالظبط، مفيش اي اختلاف. محمد افندي قهوه بنت ناس شويه، ملهاش علاقه بالنسبه لي بمحمد افندي اللي انا اعرفه في تركيا، بس هي قدرت تجمع ما بين جمال القهوه الارابيكا وتقل وش القهوه الريبوستا، فبلند يحترم. اليمني انا بالنسبه لي هو ده التركي اللي انت ممكن تبهر بيه حد بفنجان قهوه ما شربوش قبل كده. المفروض ان انا كنت هقفل الفيديو دلوقتي حالا، بس معلش قبل ما اقفل انا شامم ريحه قهوه امريكان من اول ما بدات، فاستاذ محمود بيقول لي ان دي بتعمل امريكان، فايه بقى؟ دي امريكان ماشين. لا ثواني 1 2 يعني دي كده امريكان كوفي؟ امريكان كوفي بس دي بتعمل كميات كبيره للاوتيلات. دي بتاعت الاوتيلات او بتعمل كميات كبيره، او كده باخد عندي في البيت. والله لو عندك حفله بقى. انا عندي حفله خلاص. على طول عندي حفله. خلاص. طب فهمني معلش بسرعه كده الميكانيزم. هي بصوا هنعمل لها فيديو لوحدها، بس ممكن تقول لي بسرعه كده ايه القصه؟ هي القصه ده حضرتك بتحط هنا البن، بحط البن فوق. احنا متهيألي احنا محتاجين بقى اشيل الكاميرا، استنوا اوريكم، خليكم معايا. بص يا استاذ محمود انا خدت الكاميرا ووقفت، انا عايز افهم بسرعه كده تقول لي ايه القصه. القصه كلها ان احنا بنحط هنا زي ما انت شايف البن، أيوة. بيطلع من فوق الميه بتنزل بتاخد استخلاص البن، تاخد أيوة. البن اللي استخلص من تحت تطلعه ترشه. تبدا عند حضرتك هنا الامريكان بتبقى جاهزه بكميات كبيره تنزل لك. اوبا حلو ده. وده الثرموستات بتاع الحراره. انا بظبط بقى انا عايز كام؟ على 90 مثلا بعد ايوه ما خليك نخلص. دايما على 90 على 90 بعد ما اقل نخلص كمان عشان تاخد طعم مسكر. تمام. طيب ممكن معلش ادوق؟ طبعا اتفضل اتفضل حضرتك دوق. امريكان كوفي زي اللي بتشربها في الفنادق. لا بص دي بقى ناخدها في حلقه لوحدها. تمام. بس انا بالنسبه لي انا كمصطفى
انا عايز اتقلها اكتر، فايه الاوبشن ان انا اتقلها اكتر؟ هو دي عشان لسه احنا دلوقتي عاملينها يعني، لكن هي لو قعدت كمان نص ساعه او ساعه بالكتير هتلاقيها تقلت. عشان بتاخد اللي حصل له بروينج او أيوة. استخلاص تطلعه تاني فوق، يترش على البن من الاول، يستخلص وينزل وهكذا. أيوة. طب لما بتستخلص كذا مره ما بتمررش قوي؟ لا ما بتمرش، اخر اليوم ما بتمرش، لونها بيغمق لك ما بتمرش. طب انا هاجي اخر اليوم ادوق. تعالى آخر ماشي، حلو قوي. الواحد كان جاي يشرب تركي، شرب تركي وشرب امريكان، وعايزين نفطر بقى، عايزين في مين هنا قريب نفطر منه؟ ماشي. الفكره بقى كده يا جماعه في ايه؟ احنا خلاص دلوقتي بقى عندنا مكان كل جمعه هجيب نوع قهوه تركي واجي لكم، ومش بعيد نجيب كل الانواع وندخلهم مع بعض كده كلهم في كومبيتيشن ونلعب ونظبط. زي ما بقول لكم مره اخيره، مش الهدف ان نقول مين حلو ومين وحش، الهدف ان نقول كل واحد مميزاته ايه وطعمه ايه، ولو في عيوب نقولها وانت ليك حريه الاختيار. تمام كده؟ انا مبسوط جدا جدا ان انا كنت معاكم النهارده، مبسوط بالتجربه اللي انا جربتها، سواء الرماله الكبيره اللي اول مره اجربها، ادوات التقديم الجميله، القهوه اليمني حرازه انا اول مره اجربها تركي، محمد افندي كانت اول مره اجربها، فمبسوط بالتجربه الاولى لكل حاجه. والف الف شكر لناسو ستيل، الناس اللي استضافتنا النهارده وخلتنا نستخدم المعدات بتاعتهم علشان نقدر نطلع ان شاء الله الفيديو ليكم. واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه ثانيه من السلسله دي، ونقدر بقى نكمل بيها مع بعض ان شاء الله اكتر من حلقه. يلا، السلام عليكم.